عشان تكون قاتل متسلسل أو سفاح محتاج تعمل كذا حاجة وتمشي بشوية خطوات مش سهلة. طب أنا ليه بقولك الكلام ده؟ عشان أغلب الناس فاكرة إن الموضوع مش محتاج حاجة، يا دوب أنت هتقتل كام واحد كده وخلاص ومبروك يا فندم حضرتك بقيت سفاح قد الدنيا، وده غلط تماما. خليني أقولك بقى إزاي تبقى سفاح محترم، مش مجرد واحد بيقتل بعشوائية. فسيب السكينة اللي في إيدك دي بقى واقعد اسمعني كويس عشان ده دليلك عشان تبقى سفاح. القاعدة الأولى: اختار ضحيتك كويس. لازم تختار ضحيتك كويس، ما ينفعش أبدا تختار ضحية أقوى منك، ولا حد بيلعب رياضة قتالية أنت مش شاطر فيها، ولا تختار حد أذكى منك. دايما ودور كويس، مش أول ضحية تعجبك تسعى وراها. خليك فاكر دايما إن اختيار الضحية المناسبة هو نص الشغل. عشان كده أنا لما قعدت على القهوة وبدأت أتلفت حواليا وأتفرج على الناس، بدأت بشكل تلقائي أحط الناس الموجودة في قائمتين: قائمة ينفع وقائمة ما ينفعش. المعلم اللي قاعد هناك ده وبيشرب شيشة ما ينفعش. أولا هو أقوى مني، ثانيا جسمه ضخم جدا، وده دليل على إنه شغال في حاجة فيها شيل وحط، وكمان قاعد بيتلفت حواليه كأنه بيدور على حاجة، فمش هينفع تغفله بسهولة. والراجل اللي بيلمع الجزم برضه ما ينفعش. صحيح هو أضعف مني وممكن أغفله بسهولة، بس هو نسى حاجة مهمة قوي: مفيش حد بيلمع جزم بيلبس جزمة ماركة، والباشا لابس جزمة كلارك. ده غير انه مشالش عينه من على الواد اللي قاعد هناك ده، وده معناه حاجة واحدة بس: الباشا ضابط مباحث متنكر عشان يراقب الواد ده، وبالتالي الواد ده كمان ما ينفعش لسببين: اولا هو متراقب، ثانيا لانه مشالش عينه من على محل الذهب اللي في وش القهوة، وده معناه انه مستني زبونة تشتري عشان يقوم يقطرها، وبالتالي لا، هو كمان بلاش منه. الراجل اللي على يميني ده برضه مش هينفع، لانه من شوية لما طلع محفظته كان حاطط فيها صور الولدين زي القمر، اكيد ولاده، فحرام اختاره من وسط كل دول يعني عشان ايتم عياله. كل ده ما سابش قدامي غير اختيار واحد بس: الشاب الرفيع ابو نضاره اللي قاعد ورا اللابتوب بتاعه في ركن القهوة من ساعة ما دخل، وشارب يجي 6 كوبايات قهوة وعلبة سجاير لحد دلوقتي، وما رفعش عينه ثانية عن شاشة اللابتوب بتاعه. القاعدة التانية: راقب ضحيتك كويس. لازم تراقب ضحيتك كويس، لازم تعرف عاداته كلها وتحفظ خط سيره. ما تسيبش اي فرصة لاي مفاجأة ممكن تضايقك او تطير الصيدة من بين ايديك. ركز في خطواته وفي ترتيب اولوياته وفي طريقته وفي تصرفاته. عشان كده قعدت اراقب الشاب ده لمدة اسبوع. بيصحى كل يوم الساعة 1 بعد الظهر، عايش لوحده، بياخد دش اول ما يصحى وينزل يشتري سندوتشات من البقال اللي تحت بيته، كل يوم جبنة رومي بالسلطة وحلاوة بالقشطة، ويطلع على القهوة يطلب شاي يشرب ويقعد يلعب في موبايله شوية لغاية 5 المغرب، فيقوم من سكات يشتري غدا ويطلع بيته. 3 أيام في الأسبوع بيشتري كشري وربع فرخة، و3 أيام في الأسبوع بيشتري ربع كفتة من عند حاتي شعبي، واليوم الأخراني بياكل فيه أي حاجة يعني، وعادة بيكون سندوتشات مسقعة من الفوال اللي هناك ده. ياكل ويريح له ساعتين، وبعدين ينزل يلف على السوق يشتري طلبات البيت، يطلعها، يجيب اللابتوب بتاعه وينزل، علبة السجاير، اقعد يا باشا في القهوة في الركن الضلمة بتاعك، واقعد بقى احرق في السجاير واحدة ورا واحدة، واشرب في القهوة قهوة ورا قهوة لغاية 3 الفجر. ساعتها يرجع بيته وينام، واحيانا كتير بينام من غير عشاء. هتسألني عرفت منين؟ هقول لك: لانه لا بيشتري اكل ولا بيعمل اكل. ده واحد اول ما بيطلع بيقفل نور البيت كله، وده معناها انه مش بيطبخ. انت تعرف حد بيطبخ في الضلمة؟ القاعدة الثالثة: حدد نقطة الضعف. مفيش حد فينا ما عندوش نقطة ضعف. فينا ناس عارفة كويس قوي ايه هي نقطة ضعفها وبتحاول تداريها او تعالجها، وفينا ناس عارفة ايه كويس نقطة ضعفها بس هي اضعف من انها تواجه نفسها بده، وفينا ناس مش عارفة نقطة ضعفها اصلا، وده بقى نوعي المفضل. من حسن حظي ان ضحيتي المرة دي كان من النوع الثالث، ولما راقبته شوية عرفت النقطة اللي ممكن استغلها. الغريبة بقى ان نقطة ضعفه هي حساسية من الفول، عشان كده ده لا بياكل فول ولا بياكل طعمية، ولو يوم نزل ما لقاش سندوتشات حلاوة او جبنة رومي عند البقال اللي بيتعامل معاه بيضطر يمشي من شارع مقطوع ناحية محل تاني عشان يجيب منه، ودي اللحظة الوحيدة اللي بيمشي فيها من الشارع المقطوع اللي ما فيهوش صريخ ابن يومين زي ما بيقول، وبرضه دي اللحظة الوحيدة اللي ينفع اتصرف فيها من غير ما حد ياخد باله. بس الموضوع مش بالسهولة دي.
انا مش هقعد استنى شهر ولا 2 على ما الظروف تخدمني والجبنه الرومي او الحلاوه ينقصوا من عند البقال. بس ده كان سهل شويه، يعني كل اللي كنت محتاج اعرفه هو شويه مراقبه للبقال لحد ما حددت العربيه والمندوب اللي بيجيبوا له الطلبات دول، خدت رقم العربيه، عرفت المواعيد اللي بيجي فيها، مشيت ورا العربيه لغايه ما عرفت مكان بيت المندوب، وهناك عرفت المكان اللي العربيه بتبيت فيه. بالليل رحت له زياره كده على العربيه سريعه، ما خدش 10 دقايق كنت مخلص كل حاجه هناك. والصبح تليفون من مجهول لمباحث المخدرات: باشا المندوب الفلاني رقم عربيته كذا هيعدي على الكمين النهارده وهتلاقوا فيه هديه صغيره متداريه وسط الصندوق. واقعد بقى يا باشا اقنعهم انها مش بتاعته، بقى حليني على ما يقتنعوا. وبكده مفيش حاجه هتوصل للبقال. ولما صاحبنا نزل الصبح ما لقاش طلبه، فاضطر يمشي من الشارع المقطوع عشان يروح للبقال التاني، ودي كانت فرصتي. القاعده الرابعه: التخطيط للشغل اهم من الشغل. التخطيط للشغل ممل، انا معاك، بس الملل هو اساس النجاح. عشان تنجح لازم تبقى ممل. الدكتور اللي بيخيط جرح اتدرب على الخياطة 1000 مرة، واللعيب اللي بيجيب جون اتمرن على الشوطة دي 1000 مرة، والرسام اللي بيبيع لوحته بملايين رسم قبلها 1000 لوحة. الملل هو طريقك للنجاح. قاوم الملل واعرف ان ده اللي بيمهد لك طريقك، وصدقني في النهاية هتوصل. عارف ايه تاني ممكن تكون ما تعرفوش؟ ان الفشل هو اقصر طريق للنجاح. انك فشلت ده معناه انك حاولت، لكن انك ما فشلتش وخايف تحاول عشان ما تفشلش معناه انك اوريدي فاشل. ناجح مرة فشل 1000 مرة عشان يقدر يوصل للنجاح ده. وعربية قديمة مركونة في الشارع المقطوع ده هتلفت نظر اللي بيعدي منه مرة واحدة بس بعد كام يوم هتتعود على منظرها وخلاص مش هتلفت نظرك خالص. عشان كده لما طلعت من وراه واتأكدت ان الشارع فاضي وضربته بقلب الطوب على دماغه وقدرت اوقعه، حطيته في شنطة العربية بسرعة وربطته كويس قوي وكتمت بقه بحتة قماشة. ودلوقتي نروح للقاعدة اللي بعد كده، القاعدة الخامسة: على الأصل دور. لازم تعرف كل حاجة عن ضحيتك، تاريخه بالكامل، لو بيعاني من أمراض عشان ده هيفيدك لو حابب تأذيه، لو بياخد أدوية عشان ده هيفيدك لو عايز تطول مدته تحت سيطرتك، لو له صحاب عشان تعرف مين هيدور عليه، لو ليه أعداء عشان تعرف هتلبسها لمين. أو في حالتي أنا كان لازم أعرف الشاب المحترم ده عايش لوحده ليه؟ مقطوع من شجرة؟ لا، هو محتاج مكان متطرف في منطقة شعبية، واخد شقة عايش فيها لوحده طول النهار والليل، حد لا له صحاب ولا له حد بيقعد معاه، ومش من المنطقة أصلا لأني سألت عليه. وده معناه حاجة واحدة بس: هو هربان من حاجة. دلوقتي نسأل السؤال المهم: هو منين وهربان ليه؟ منين ده كان سهل قوي نعرفه، نبرته بتقول انه بحراوي من الناس اللي بيفتحوا الكلام، يعني بلد بتطل على البحر، وبالتالي قللنا القايمة شوية. المهم دلوقتي نعرف هو منين تحديدا. بشوية كلام وقرشين للقهوجي زيادة قلت له انه متقدم لاختي وانا عايز اعرف عنه شوية حاجات، بس من غير ما هو لا يعرف ولا يحس ان احنا بنسأل عليه. والحقيقة القهوجي خدمني بعينيه وعرف لي منه هو منين بالظبط، وبعد كده كان سهل قوي اعرف هو هربان من ايه. القاعدة السادسة: نظف وراك. اللي بيتمسك مننا نوعين مالهمش تالت، يا مهمل يا مش بينظف وراه. وبيني وبينك يعني وبصراحة كده الصنفين يستاهلوا الحرق مش القبض عليهم، لانك لو مهمل تبقى مش مخلص للموضوع، لا عندك هدف ولا ليك رسالة، تبقى بتقتل عشان تقتل بس، وده مش صح، وساعتها حلال فيك ان يتقبض عليك. ولو مش نظيف ده اوحش، لانك هتبقى مغرور كفاية انك تكسل تنظف وراك وفاكر نفسك اذكى من البوليس واذكى من الضحية بتاعتك، وساعتها برضه حلال فيك القبض عليك. يعني التليفون اللي كلمت منه الشرطة عشان يقبضوا على الواد المندوب رميته بالخط بتاعه في المية في منطقة بعيدة عني خالص. الواد بقى اللي اشتريت منه الحشيش اللي لبسته للسواق اخترته مبرشم ومش فايق ومش عارف مين بيشتري منه ايه. القهوجي اللي سألته على الواد راقد دلوقتي تحت الارض ميت، بودعوا له بالرحمة. لازم اكون مستعد اعمل اي حاجة عشان اوصل لهدفي، بس كمان لازم انظف ورايا عشان ما اسيبش اي خيط يخليهم يوصلوا لي بسهولة. القاعدة السابعة: كل حاجة بترجع لنقطة البداية. لكل سفاح حاجة بيهرب منها، نقطة هي المكان اللي بدأ منه كل حاجة. ورغم الشهوة والمتعة اللي بيحس بيها مع كل ضحية جديدة من ضحاياه، تفضل النقطة دي هي الحاجة الوحيدة اللي بيهرب منها، لأنها كانت سبب رئيسي في كل حاجة بتحصل له سواء حلوة أو وحشة. عشان كده ما كانش صعب أبدا إن نعرف إيه اللي حصل في بلده وهو هربان من إيه. الراجل المحترم ده كان مدرس في واحدة من مدارس الثانوي، تعينه جه في مدرسة بنات مشهورة، وهناك اشتغل فترة حلوة كده قبل ما يشوف بنت ويعجب بيها وتعجب بيه، يحبها وتحبه. ولأن غلط جدا يبقى في علاقة بين مدرس وبنت في مدرسة في ثانوي في بلد أرياف زي دي، خلوا علاقتهم في السر
وعشان محدش يشك فيهم بقوا يتقابلوا في المدرسة ويخطفوا اللحظات بتاعتهم دي جوه أي فصل فاضي. والموضوع فضل ماشي كويس قوي لغاية ما جت في يوم وقالت له أنا حامل، أنت لازم تتقدم لي قبل ما بطني تكبر والسر يبان. قال لها أنا مش مستعد دلوقتي، ده غير إن إحنا ما اتفقناش على الكلام ده، اللي في بطنك ده لازم ينزل. كل الكلام اللي ممكن يتقال في موقف زي ده. رفضت تماما وقالت له ده مش اختيار، يا هتتقدم لي وتتجوزني يا هفضحك وسيرتك هتكون على كل لسان. والحقيقة ان الفضيحة كانت زي ما هتطوله، لان الراجل هيخسر شغله وهيخسر اكل عيشه وسيرته وسمعته، ومحدش هيامن يشغله مدرس في اي مدرسة بعد كده، لا اولاد ولا بنات. سابته ومشي. حاول يوقفها، شتمته فالدم غلى في عروقه وزقها على الحيط، اتهبدت في الحيط وقعت على سن مكتب من المكاتب وقعت على الارض. قطع نفس، ماتت. صاحبنا اتورط وكان لازم يتصرف، وبسرعة جدا نزل على الحوش، حفر ودفنها. طول الليل بيشتغل، بس ربنا سترها معاه وخلص قبل ما حد يشوفه. وبما انه حوش مدرسة والبنات رايحة جاية طول النهار، ففي نفس اليوم سووا الارض تحت رجليهم. عشان كده لما فاق ولقى نفسه في نفس الفصل اللي قتل فيه البنت، عينيه وسعت بخوف وحاول يصرخ لولا القماشة اللي كانت في بقه. لما شافني قدامه بقى بالسكينة فهم كل حاجة. حاول يتكلم او يبرر او يصرخ او يعمل اي حاجة، بس الباشا كان مربوط وكان متكمم فما كانش قادر يعمل حاجة. القاعدة الأخيرة: قول ما تخبيش. من حق كل إنسان في الدنيا يعرف هو بيموت ليه. مش عدل ولا إنسانية إن احنا نموت حد وهو مش عارف هو بيموت ليه، رغم إنه تقريبا عارف هو هنا ليه وعارف بيتعاقب على إيه وعارف برضه هيحصل له إيه. لكن كان في حلقة ناقصة لازم يعرفها، والسؤال الأهم: أنا مين؟ أنا المطهر. اخترت الاسم ده لنفسي عشان بطهر الأرض من وسختهم، بدور عليهم في كل حتة وبختارهم كويس قوي. لازم الواحد فيهم يكون قاتل روح او اكتر. عشان كده ممكن يعتبروني قاتل متسلسل او ممكن يعتبروني سفاح، لاني بقتل ناس محددة هم الخاطئين او اللي ارتكبوا جرائم. بس انا مش قاتل، انا بطهر. اترجاني كتير عشان اسيبه او ارحمه، بس لا، اللي زي ده لازم يموت ولازم يتدفن جنب مراته وابنه. انا لميت شمل العيله تاني. صحيح هي بقت هيكل عظمي، بس انا دفنته في حضنها عشان يدوق من نفس الكاس. دلوقتي في سؤالين مهمين بيدوروا في دماغك: انا عرفت منين الفصل اللي قتلها فيه؟ الاجابه انا ما عرفتوش، بس الحقيقه ان الفصول كلها شبه بعض، فصل ضلمه فيه شويه دكك وسبوره. السؤال التاني: انا عرفت منين هو دفنهم فين؟ خليته يقول لي المكان قبل ما اقتله. سهله وبسيطه. دلوقتي زي ما جاوبت على اسئلتك، حضرتك لازم تجاوب على سؤالي. بيقولوا عليا سفاح، بس هل قاتل القاتل يبقى قاتل؟ يعني لو انا قتلت واحد قاتل استحق اخد لقب قاتل واتساوى باللي قتل نفس بريئة ما عملتش اي حاجة، في حين ان انا خلصت العالم من نفس شريرة؟ وهل بقتلي له عدد القتلة نقص واحد ولا فضل زي ما هو وانا خدت مكانه بس؟